السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا جميعا بخير. اهلا بيكم في فيديو جديد، وصفة جديدة. فيديو النهاردة باذن الله هنحضر مع بعض اصابع العجوة بالسمسم او القراقيش بالعجوة. هنحضرها بطريقة سهلة جدا، مش لازم يكون عندنا خامات غالية او مكلفة علشان نقدر نحضر وصفة زي دي. بالعكس، هنعملها باقل الامكانيات في البيت وهتكون معانا سهلة وجميلة جدا جدا. القراقيش بالعجوه بتتميز ان هي سهله جدا، او وصفه سهله تقدري تحضريها في اي وقت. ان شاء الله هحضرها معاكم النهارده باقل التكاليف وبدون سمنه او زبده، وان شاء الله تطلع معاكم مظبوطه جدا والنتيجه هتكون مرضيه. تعالوا بينا نبدا ونشوف هنحضرها ازاي. بس حابه اطلب منكم قبل ما نبدا الفيديو، لو اول مره بتشوفيني اتمنى تشتركي معايا في القناه، هكون مبسوطه جدا بوجودك معايا. وطبعا ما تنسيش تحط لايك للفيديو لو عجبك. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول ونبدا في المكونات وطريقه التحضير. اول حاجه كده معايا في الخلاط نص كوبايه من السكر. طبعا السكر عادي، حبيبات عادي خالص. هنضيف عليه كمان نص كوبايه من الزيت. وطبعا الزيت يفضل يكون في الوصفه دي يكون زيت نوعيته كويسه، يكون زيت نقي، ما يكونش زيت اللي هو بتاع التموين او زيت يكون غامق كده. عايزين الزيت الفاتح النقي. هنحتاج كمان لبيضه واحده بدرجه حراره المطبخ، وتكون برضو البيضه حجمها كبير شويه، او بيضتين بحجم صغير. وكمان بما اننا حطينا بيض فلازم نحط رشه من الفانيليا. بعد كده هنبدأ بقى طبعا نخلط كل المكونات دي في الخلاط لحد طبعا ما تتجانس وتمتزج مع بعضها، كل حاجة طبعا تدوب. وطبعا هنبدأ نخفق المكونات دي في الخلاط لمدة 5 دقايق. بين كل 30 ثانية تبدأي تفصلي الخلاط شوية، يعني ضرب متقطع كده لمدة 5 دقايق، لحد ما تحسي ان القوام بتاع الخليط بتاعك لونه افتحي معاكي شوية، وكمان القوام بيكون تقيل شوية. كمان ممكن نحضر الخليط بتاعنا ده بالمضرب اليدوي، مش لازم نستخدم خلاط. بس في الحاله دي بدل ما تستخدمي سكر حبيبات هتستخدمي سكر بودر، علشان يبقى سهل ان انت تخفقيه او ان هو يدوب بسرعه معاكي. هسيب بقى الخليط على جنب وابتدي احضر المكونات الجافه. هحتاج للوصفه بتاعتي كوبايتين من الدقيق. طبعا هستخدم كوبايه ونص دلوقتي، او هبدا باضافه كوبايه ونص من الدقيق، ونص كوبايه تانية بسيبها كده جنبي احتياطي. طبعا ببتدي اضيف الدقيق نص كوبايه تانية على حسب طبعا احتياج السوائل او احتياج الدقيق للسائل اللي معايا. انا كده دلوقتي بنخل كوبايه ونص من الدقيق، وزي ما قلت لكم هسيب كده نص كوبايه على جنب. ودلوقتي واحنا شغالين مع بعض هنشوف طبعا انا احتاجت قد ايه. بعد كده هحتاج لمعلقه صغيره من معالق الشاي تكون ممسوحه من البيكنج باودر. وهنضيف كمان عليها رشه ملح او ذره ملح صغيره خالص. تمام كده هنخل المكونات دي بتاعتي مع بعضها، وبكده المكونات الجافه بتاعتي بتكون كده جاهزه معايا. هقلبهم كده مع بعض علشان طبعا البيكنج باودر والملح والدقيق كلهم يتجانسوا مع بعضهم، وكده خلاص الخليط الجاف بيكون جاهز. هجيب بقى المكونات السائله اللي انا ضربتها في الخلاط، وهبتدي اضيف بقى المكونات دي كلها على الدقيق. هتبداي تضيف بقى كل المكونات اللي في الخلاط او كل السائل اللي في الخلاط، لان طبعا اقل حاجه من الخليط ده لو فضلت في الخلاط هتفرق جدا في الوصفه بتاعتها. فلازم ننزل كل حاجه دي علشان طبعا الكميه تكون مظبوطه. في الاسباتيولا كده ببتدي ان انا اقلب الدقيق او امزج الدقيق مع المواد السائله. وطبعا زي ما قلت لكم معايا نص كوبايه من الدقيق، هحتاج طبعا لها ان انا هضيف منها ولكن بنسبه قليله، يعني هضيف كده بالتدريج لحد ما اوصل للعجينه المناسبه بتاعتي. دي نص الكوبايه اللي معايا برضو هبتدي اقلبها كده. وطبعا بستخدم الاسباتيولا وشويه كده هلاقيها بقى تقلت على العجينه على الاسباتيولا، فهبتدي ان انا اقلب بايدي. وطبعا علشان احس ملمس العجينه واشوف اذا كانت هي مظبوطه او لا، ببتدي اضيف الدقيق شويه بشويه لحد ما العجينه بتاعتي تبقى كويسه معايا. العجينه مش لازم تكون طريه قوي، وما ينفعش تكون برضو ناشفه قوي. يعني طول ما انت شغاله كده كل شويه اختبريها بايدك. لو لقيتيها طريه هتحتاج طبعا لشويه من الدقيق. طبعا الدقيق بيختلف من نوع للتاني، في دقيق بيقبل السائل وفي دقيق مش بيقبل سائل كتير. فزي ما قلت لكم بتبداوا تضيفوا كده الدقيق بالتدريج لحد ما العجينه معانا تتشكل كده عجينه مش طريه ومش ناشفه قوي. يعني كل شويه زي ما قلت لكم اختبروها بايدكم كده وزودوا الدقيق بالتدريج. انا العجينه بتاعتي احتاجت بس الكوبايتين الا ربع من الدقيق. زي ما قلت لكم ابداوا باضافه كوبايه ونص من الدقيق في البدايه، وبعد كده خلوا معاكم نص كوبايه تضيفوها بالتدريج. هنا بختبر العجينه بتاعتي، فزي ما انتم شايفين كده خلاص العجينه مش طريه قوي ومش ناشفه قوي. خلاص كده انا لما بعملها قرص بالشكل ده بتطلع معايا مظبوطه ومش بتشقق، وكمان مش يابسه قوي ومش مرقه قوي في ايدي، فهي كده العجينه مظبوطه معايا. خلاص كده بقت جاهزه، هبتدي خلاص كده اسيبها بقى كده على جنب علشان ترتاح معايا. على ما ابدا اجهز الحشوه بتاعه البسكوت او القراقيش اللي احنا هنجهزها. زي ما احنا شايفين انا محتاجتش الدقيق كله، يعني لسه معايا شويه من الدقيق في الكوبايه. يعني محتاجتش نص الكوبايه كله، اخدت بس شويه منه. يعني تقريبا زي ما قلت لكم اخدت كوبايتين الا ربع بس من الدقيق. هسيب بقى العجينه دي بتاعتي كده ترتاح شويه لمده 10 دقايق بس. بعد كده معايا 250 جرام من العجوه.
هبتدي طبعا ان انا اضيف عليها معلقتين كبار من الزيت، وهنضيف عليها كمان معلقتين كبار من اللبن، وكمان هنضيف عليها ربع معلقه صغيره من القرفه. لو حابين تضيفوا سمسم كمان على العجوه ممكن تضيفوا برده شويه. القرفه كمان هتخلي طعم العجوه جميل جدا، ولو مش بتحبوا طعم القرفه ممكن تستغنوا عنها خالص وتكملوا باقي الوصفه عادي. كل اللي انا هعمله ان انا هبدا اطري العجوه بتاعتي دي شويه كده لحد طبعا ما تبقى معايا عجينه كده طريه علشان اعرف اشكلها كويس. ابدأي كده بالراحة، اعجني فيها كويس جدا لحد ما تطرى معانا. طبعا احنا علشان في الشتاء بتكون العجوة متماسكة جدا معانا، فبالراحة كده ابدأي ان انتي سيسيها كده، وابدأي ان انتي اعجنيها لحد ما تبقى طرية معانا خالص. بس كده بقى اول ما بتوصل للقوام اللي احنا عايزينه بتكون كده عجينة طرية، يسهل علينا ان احنا نشكلها كويس. نبدأ بعد كده نعملها بقى او نشكلها على شكل اصابع طويلة او رولات طويلة، علشان طبعا اجهزها لان دي طبعا الحشوة بتاعت الاصابع بتاعت القراقيش اللي احنا نجهزها، فطبعا علشان تكون جاهزة معايا هبتدي اعمل بقى العجوة بتاعتي دي كلها بالشكل اللي احنا شايفينه ده، اصابع طويلة كده او رولات طويلة. وهبدأ بعد كده اجهز بقى البسكوتة بتاعتنا. بس كده دي كل الكميه اللي معايا بتاعه العجوه. بعد كده بقى هنبدا ناخد العجينه بتاعه القراقيش بعد ما ارتاحت معانا شويه، وهنبدا بعد كده نقطعها 4 ارباع بالشكل اللي احنا شايفينه ده. بعد كده هبتدي اخد بقى جزء من البسكوت، وهسيب ال3 اجزاء التانيين كده في البوله تاني، وهغطيهم كده بكيس علشان طبعا ما تنشفش او تشقق مننا. هبدا بعد كده اجيب بقى اول كوره انا اخدتها وهبتدي ان انا افردها. هجيب طبعا كيس ثلاجه كده مفتوح يكون نضيف كده، هفرده على العجينه وابدا ان انا اعملها على شكل مستطيل طويل. طبعا ما تحاوليش ان انت تفرقي السمك بتاع العجينه قوي، خليها كده يكون يعني اقل من نص سنتي، علشان طبعا ما تبقاش تخينه قوي، وكمان ما ترقهاش اكتر من كده علشان ما تبقاش رقيقه جدا. وبعد بقى ما فردتها بالشكل ده هبتدي اجيب بقى اصابع العجوه اللي انا جهزتها، احطها في نص المستطيل بالشكل ده، وهبتدي اشيل الجوانب كده علشان طبعا ما بتكونش مستقيمه، علشان ان انا اساوي العجينه كويس. هبدا ان انا اشيلهم، وطبعا الزوائد اللي بتخرج معايا برجعها تاني مع باقي العجين علشان طبعا ارجع اشكله تاني. بتبداي تجيبي بقى الاطراف كده من الاجناب وتبداي كده تضميهم على بعض، ولو قطعت معاكي ما تقلقيش مفيش اي مشاكل، احنا لسه هنرولها تاني فكل حاجه تاني هتتساوى. اللهم بارك، العجينه جميله جدا جدا، طالعه جميله وممتازه، مع اننا مش حاطين سمنه او زبده، ومع ذلك كانت دايبه وجميله قوي كانك عاملاها بسمنه بالظبط. بعد ما رليتها كده بدات ان انا اسويها كويس جدا، وبدات اخد الجوانب بالشكل اللي احنا شايفينه ده علشان تبقى مستقيمه كده ومتساويه. جهزت معايا بعد كده ربع كوبايه من الميه وعليها معلقتين من العسل الابيض، وبدات ان انا ادهن وش العجينه كده. طبعا دهنة مسحة المية بالعسل دي علشان تخلي الرول بقى يتماسك مع السمسم اللي احنا لسه هنضيفه عليها، وفي نفس الوقت هتديلها لون جميل جدا. لو مش متاح العسل الابيض ممكن تستخدمي لبن في دهن الوش، ولو مش متاح ممكن تقلبي شويه معلقه سكر مع حبه ميه، وتبداي برضو تكملي الوصفه بتاعتك عادي. جبت بقى شويه من السمسم المحمص، وبدات ان انا احط بقى الرولات بتاعتي كده، وهبدا ان انا اغلفها كويس جدا بالسمسم زي ما احنا شايفين كده. هبدا اغلفها كويس جدا، وحاولي ان انت تضغطيها كده بايدك برضو علشان السمسم كده يلزق في العجينه وما يقعش منها. وبتخلصي بقى كل الكميه اللي معاكي بنفس الطريقه. في الوقت ده بكون محضره معايا صينيه ودهنها برضو بالزيت بمسحه كده من الزيت. هبتدي ان انا ارص بقى اصابع البسكوت بتاعتي في الصينيه بالشكل ده. وطبعا في التوقيت ده برضو بكون سخنت الفرن بتاعي علشان يسخن معايا. طبعا عارفين ان احنا البسكوتات والمعجنات والحاجات دي كلها بتضطر ان هي تدخل على فرن درجه حرارته عاليه، فانا في الوقت ده بكون بقى حضرت الفرن بتاعي علشان طبعا يسخن على ما اخلص باقي الكميه كلها. هبدا بقى اخلص باقي الكميه كلها زي ما انتم شايفين، بقطعها كده رولات وبلفها بنفس الطريقه اللي احنا شفناها اول مره، وبعد كده بخرجها احطها في السمسم، وطبعا بنرصها في الصينيه لحد ما تخلصي كل الكميه اللي معاكي. عايزه اقول لكم ان كوبايتين الدقيق اللهم بارك عملوا معايا كميه كويسه جدا، مش قليلين خالص اللهم بارك. يعني لو حبيتي حتى تعملي اكتر من كده هتضاعفي الكميه طبعا على حسب ما انت عايزه. كده خلاص الصينيه بقت جاهزه معايا، هبتدي بقى ادخلها الفرن على درجه حراره 200. بحطها في الرف اللي في الوسط، بتقعد تقريبا من 15 دقيقه ل 20 دقيقه. وبعد اول ما بتلاقيها بدات تاخد لون من الجوانب ومن تحت، بتبداي تفتحي الشوايه تاخد لون، وبعد كده بنخرجها وبتقدميها بالف هنا وعافيه. عايزه اقول لكم بقى ان هي ريحتها كانت قلبه البيت كله، وكمان طعمها بجد مش قادره اوصفه لكم. يعني سهله وبسيطه جدا جدا، ما كلفتناش اي حاجه خالص. عملناها بدون سمنه بدون زبده بدون لبن بدون اي حاجه صعبه، يعني مكوناتها كلها تعتبر موجوده في البيت. في اي وقت تحبي تعملي اي حاجه حلوه للاولاد على طول تقدري تجهزيها، مش هتاخد وقت معاكي خالص. الاصابع جميله جدا جدا، طعمها وريحتها، وكمان السمسم متماسك عليه زي ما احنا شايفين. العجوه كمان طعمها حلو قوي، مناسبه جدا للفطار او للعشاء، لانش بوكس الاولاد، يعني ماشيه في كل حاجه.
بس كده يا بنات جربوها وربنا يحسن ما بين ايديكم وقدموها بألف هنا وعافيه. شايفين بقى لما بكسرها بتكون كده دايبه معايا وجميله جدا. عايزه اقول لكم ان هي مقرمشه وفي نفس الوقت دايبه، حاجه كده في منتهى الجمال. وبس كده يا بنات الفيديو بتاعي بيكون خلص، اتمنى يكون عجبكم واستفدتم منه. لو انتي وصلتي معايا لحد هنا في الفيديو ولسه اول مره بتشوفيني، اتمنى طبعا تشتركي معايا في القناه، هكون مبسوطه جدا بوجودك معايا. وطبعا ما تنسيش تحطي لايك للفيديو لو عجبك. وبشكر الجميله اللي كملت معايا الفيديو للنهايه. ان شاء الله اشوفكم على خير في فيديوهات تانية كتير. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.